هل من المعقول او من المقبول ان انا يبقى عندي نادي زي ريال مدريد او نادي زي برشلونة او نادي زي واجي هنا اخد النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هو النادي الذي حفظ لمصر وجهها وماء وجهها في الكرة الافريقية والعربية والعالمية طوال عقدين من الزمن، سواء كانت بطولات افريقية، سواء كانت بطولات كاس العالم للأندية، او اي من البطولات التي يشارك فيها النادي الاهلي. وفي كل مكان ان شاء الله، في امريكا، وعندي مفاجآت النهارده من امريكا، في المغرب، في قطر، في الامارات، في اليابان، في كل العالم. الاهلي هو قوة مصر الناعمة، هو قوة مصر الهائلة في المجال الرياضي، وبالتالي الحفاظ عليه لانه منظومة تستحق ان نحافظ عليها. الاهلي ليس مجالا لألاعيب الصغار ابدا، ولن يكون. وعلى مر تاريخه وعلى مر الازمان والعصور الاهلي اعطى الدرس تلو الاخر في كيفيه النجاح، في كيفيه الاستقرار، في كيفيه تحقيق البطولات. لما تروح تسال واحد تقول له ايه الفرق بين الاهلي وغيره، يقول لك اصل دي منظومه. ايه الفرق بين الاهلي وغيره؟ يقول لك اصل ده الاستقرار. ايه الفرق بين الاهلي وغيره؟ يقول لك دول عارفين هم بيعملوا ايه، ودول عارفين هم رايحين فين وجايين منين. هو ده النادي الاهلي، وده الدرس اللي لازم يتعلم للجميع. الكبار حافظينه والصغار بقوا صامينه كمان، لانه ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بقيمه ومبادئه اللي البعض بيحاول الان داخل مصر انه يدوس على كل القيم والمبادئ في كل المجالات.